كلام ما ينفعش نقوله، لأن لو قلناه ممكن نكفر. ما ينفعش نقول ربنا عاوز، لأن عاوز يعني محتاج، وربنا مش محتاج حاجة. فنقول ربنا يريد، فعال لما يريد. وما ينفعش نقول ربنا عارف، لأن عارف من المعرفة، والمعرفة كان الجهل، ما كانش عارف وعرف. لكن ربنا عالم، عالم الغيب والشهادة. فخلي بالك، لأن كلمة ممكن تدخلك الجنة وكلمة ممكن تدخلك النار. زمان اليهود والكفرة كانوا بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيقولوا له يا قرعة، فكانوا يقولوا له راعنا يعني بصلنا، بس هم في نيتهم بيشتموه. فربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنذرنا، عشان ما نقولش زيه. هل سيدنا آدم كان في الجنة ونزل الأرض زي ما كل الناس فاكرة؟ لا، سيدنا آدم كان في جنة الدنيا، مش في جنة الخلد، مش في الجنة اللي هنخشها. وده لأسباب كتير، منها إن جنة الخلد الشيطان ما يقدرش يدخلها أصلا، فوسوس له فيها إزاي؟ وكمان اللي يدخل جنة الخلد لا يمكن يطرد منها أبدا. وكمان الجنة محرمة على أي إنسان يدخلها قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أول واحد لازم يدخل الأول. والسبب الأهم بقى إن ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فسيدنا آدم كده كده كان هينزل الأرض. سيدنا عمر كان بيملى جيبه حلويات وهو ماشي، عشان لما الأطفال كانت بتشوفه كانوا بيطلعوا يجروا، عشان كان بيخافوا منه. فبياخد حلويات عشان يديهم فيحبوه. فطلع حلويات وبيديها للطفل، قال له عاوز حلويات؟ فالطفل قال له اه. قال له طب قول اللهم اغفر لعمر وانا اديك حلويات. فالطفل قال فاداله. فواحد بيسأل سيدنا عمر هو انت مستني دعوة من دول شوية عيال؟ قال له دول دعوتهم مقبولة ما تتردش، لأنهم لسه ما عملوش أي ذنب. لما بنعطس بنقول الحمد لله، ولو حد قاعد بيرد وبيقول يرحمكم الله. الرسول قال لنا كده. زمان بقى اليهود حبت تستغل الحكاية دي، كانوا عارفين ان ربنا مش هيغفر لهم ولا يرحمهم لانهم ما كانوش معترفين بسيدنا محمد. فكانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيروحوا عند سيدنا محمد ويعتصوا قدامه علشان خاطر سيدنا محمد يقول لهم يرحمكم الله فربنا يرحمه. ولكن سيدنا محمد ما كانش بيقول يرحمكم الله، كان بيقول يهديكم الله، لان كان عارف نواه.